صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ازيكم يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير وفاتم صحة، اللهم امين يا رب العالمين. فيديو النهارده جميل جدا جدا في قمة الروعة والجمال. عايزكم كده تتفاعلوا عليه، ولو اول مرة تتفرج عليا جديد اتمنى تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد بنزله هنزله ان شاء الله، وتحط اللايك وتصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وصلوا كمان على النبي عليه افضل الصلاة والسلام كمان مرة. ندخل كده الفيديو بتاعنا القمر دوت، يلا بينا. طبعا في الفيديو دوت هننضف كده تنظيفات في المطبخ، بحيث ان المطبخ يكون نظيف لما نجهز بقى للعيد ايه للعيد ايه لرمضان، نبقى مستعدين كده لزينة رمضان في المطبخ، يبقى المطبخ نظيف فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حطوا اللايك يا جماعه، حطوا اللايك. طبعا بقى هنا اول حاجه بدات بيها زي ما انتم عارفين بقى في كل فيديو البوتاجاز. طبعا البوتاجاز بصراحه بقاله شويه كان عايز يتغسل، لان طبعا بيقع عليه اكل. يعني البوتاجاز يوم ويوم يوم ويوم ما لازم يتغسل، لان طبعا لو سبتيه زيوت وحاجات من ديت بتتراكم فوق بعضها وهيبقى غسيله بصعوبة. فانت حاولي بقى ان انت تستفرصي الفرصة كده وهو لسه طازة كده وصابح، وتقومي غاسلة بقى كده، غاسلة بشوية مواعين ايه يا جماعة في ايه وشوية صابون سايل وشوية كرول، اي حاجة يعني اي منظف. وتحاولي ان انت ما تجيش يعمل الفواني بتاعة البوتاجاز، عشان الفواني دي يعني بتتلكك والله العظيم، بتتلكك والله العظيم يا جماعة. يعني في كذا مرة، يعني لو زودت في المية او في الصابون يعني وانا بغسله كده، فتلاقي المية مثلا او صابون جه على الفواني، فالفواني دي بتقوم مكتومة، فتلاقي النار بتاعتها واطية خالص ومش عالية كده، وتلاقيها كمان بتطفي وبتقيد لوحدها. يعني لو جيتي سرقت العين مثلا بتاعة البوتاجاز، بتلاقيها بعدها كده بشوية لقيتها طفت. فاهمين ازاي؟ فحاول ان انت تكوني محرصة كده، يعني الصاجة بس بتاعة البوتاجاز، وما تجيش يعمل فواني. طبعا هغسل البوتاجاز، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزاكم كده بقى في فيديو النهارده كل اللي بيتفرج عليا وكل اللي متابعني يكتب لي كده تحت في الكومنت تعليق كده حلو زيكم، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله بفضل ربنا الفيديو الجاي ان شاء الله هقول اسامي اللي علقوا كلهم، مش هقول لكم بقى اللي علق واللي معلقش، لا ان شاء الله باذن الله اللي هيكتب لي كومنت كده عسل محترم. طبعا الكومنتات وكلامكم جميل بيعبر عن شخصيتكم، يعني انا ولا شفتكم بس والله العظيم بحبكم في الله، بس هو يعتبر احساس كده. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شفتوا بقى البوتاجاز مية 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 مية، ولا فراخ الجماعية نضف بقى ولا منضفش؟ نضف. جيت بقى هنا كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا على النبي يا جماعة. طلعت بقى هنا فوق السطح، زي ما انتم شايفين البط دوت لسه صغير خالص، عما يجي الشتوية الجاية يكون كبر بقى وناكل منه، لان البط بيطول عن الفراخ. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي كمان مره، وحطوا اللايك يا جماعه اللي لسه ما حطليش اللايك. وشوفوا بقى احنا هنعمل ايه. هندخل بقى كده على المواعين اللي بنسيبها بقى كده لحد اما بصوا الاكل اللي بيبقى في الاطباق ولا في الحلل ولا كده بيعفن. احنا مش عايزين كده خالص، اول باول كده عشان يبقى المطبخ نضيف وريحته نضيفه، وكمان البوتاجاز يبقى البوتاجاز الحوض يبقى برضو نضيف، ويبقى على طول كده في لمعه كده النظافه وريحه النظافه، والمطبخ برضو لان برضو ده الحوض من ضمن المطبخ وكده. فاحنا عايزين المطبخ يبقى ريحته نضيفه دايما، والارضيه بتاعه المطبخ نضيفه دايما، وكل حاجه تبقى في المطبخ نضيفه، بحيث ان انا لما اكون هادخل ان انا اعمل حاجة ولا كده، فالمطبخ يكون يعني مستعد، قبل ما انا اكون مستعدة المطبخ يكون مستعد. فهنا طبعا مواعين ما كانتش كتير، بحيث اللي هي اغسلها بسرعة واشوف بقى ايه اللي ورايا. فطبعا الحمد لله يعني ما كانتش كتير، ف هغسلها كده غسلة كده على السريع. طبعا هحط شوية صابون مع شوية مية كده ببساط خالص، بحيث برضو ان الصابون يرغي ويعمل معايا رغوة كده وريحة ونظافة يعني وينضف. يعني ما تحطيش على شوية الصابون آه لتر مية، لا انتي شوية صابون مع شوية مية، كوباية مية بس كده، عشان حاولي برضو ان الصابون يبقى تقيل يعني وكده، عشان يغسل وينضف ويبقى في ريحة الاطباق كده ريحة النظافة. فاهمين ازاي؟ فهنا بقى هغسل شوية المواعين دول. صلوا على النبي يا جماعة عليه افضل الصلاة والسلام. وقلت لكم بقى اللي هيعلق في الفيديو دوت كذا تعليق، يعني كذا كومنت، هو مش شرط كام كومنت مش بالعدد، بس اللي هيعلق كلكم ان شاء الله باذن الله في الفيديو الجاي
هقول اسامي اللي علقوا كلهم، وان شاء الله باذن الله ابقوا فكروني بس عشان انا بنسى والله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله كل اللي هيعلقوا في فيديو اللي فات هقول في الفيديو مثلا دوت، اللي هيعلق في فيديو دوت هقول اسمه في الفيديو الجاي، فاهمين ازاي؟ فان شاء الله باذن الله مش هنسى، وهقول اساميكم كلكم، وبحبكم كلكم في الله، وربنا يخليكم ليا يا رب، ويسعدكم دايما، ويحققلكم كل اللي بتتمنوه، اللهم امين يا رب العالمين. ومش عارفه اقول لكم ايه تاني، ورمضان كريم عليكم وعلينا ان شاء الله. هنا طبعا بقى غسلت الاطباق، وجيت بقى هنا للحلل. طبعا الحلة بتاخد معايا مجهود كبير، لان بتبقى عايزة بقى دعك بقى وصحة بقى ونشاط كده وحيوية بقى للناس الكسلانة وكده. فبحط السلكة كده ناعمة، بحب اغسل اول الحلل، بحب ان انا اغسلها كده، وبعد ما اغسلها اشوف الفرق قبل وبعد، اشوفها وهي نظيفة واشوفها قبل ما هي تكون نظيفة وهي كانت عايزة تتغسل وكده. فبيبقى في فرق كده، تحس ان انتي عملت حاجة كده. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعة، وحطوا اللايك بقى كده، لسه في حاجات بسيطة، او هنصبر نفسنا ونقول ان في حاجات بسيطة، يعني عايزين نوصل ل10,000 ان شاء الله بإذن الله، بفضل ربنا وبفضلكم برضو عليا. ان شاء الله هنوصل ل10,000. احنا حاليا 5.5 او 6 في الحدود دي، ان شاء الله عايزاكم كده توصلوني ل10,000 مشترك. انا مش طالبه الدرع ولا طالبه اي حاجه، بس واحده واحده ان شاء الله بفضل ربنا هنوصل. وان شاء الله باذن الله انا عندي مش عارفه اقول لكم ان انا يعني مش عندي من النوع اللي هو الاحباط، مثلا فيديو ما جابش فالفيديو اللي بعده هو انا خلاص اداب ده مش هيجيب فده مش هيجيب، لا الحمد لله. عندي يقين بربنا، والحمد لله مؤمنه ان ربنا ان شاء الله هيكبر بخاطري وهيكبر بخاطركم جميعا، وكل اللي جبر بخاطر حد ان شاء الله كما تدين تدين، في الحلوة والوحشة. هنا بقى كده اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. دخلت بقى هنا كده على الارض الجميلة دي، طلعت بقى كده فوق السطح زي ما انتم شايفين، عمو اللي هناك دوت كان بيرش رز، فحبيت ان انا اجيبه لكم برضو. هوريكم بقى اليمادي واليمادي، بسم الله ما شاء الله، شكل الخضرة روعة روعة روعة. ماما كانت هنا، كانت بتجيب برسيم للوز، وعايزه اقول لكم بقى ان في مفاجأة كمان في الفيديو دوت، بسم الله ما شاء الله، جميل قوي قوي. ماما هنا بقى كانت طالعه بقى بالبرسيم وبالاكل بتاع الطيور. بصوا بقى، طبعا اول فيديو اصور لكم بقى بعد طبعا ما نضفنا كده جوه بتاع المكان بتاع الطيور وكده، فلقينا ان الوزه باضت، وطبعا من زمان ما باضتش، يعني بتبقى من السنه للسنه كده. فلقيناها باضت، هصور لكم كل يوم عشان الوزه تبيض. ولقينا الفرخة باضت، والله زي ما بقول لكم كده. هوريكم برضو البيض، اللي طبعا الوزة بتبقى البيضة بتاعتها بتبقى كبيرة عن الفرخة، هوريها لكم برضو. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. دوت بقى البط الصغير اللي انا بقول لكم عليه، يعني هو بيقعد يعتبر 7-8 شهور في الحدود دي. ولو اتساب البط بالذات لو اتساب وتأكليه ومهتمية بيه بيحلو اكتر من الفراخ اخرها 2-3 كيلو وخلاص وعلى كده. بصوا بقى هنا اللي ما كانش فيه اضاءة وكده، بس دوت الوز والبط والفراخ. هنا بقى المكان اللي هم بيبيضوا فيه، خلوكوا فاكرين. المكان اللي هم بيبيضوا فيه، بسم الله ما شاء الله. هنا بقى طبعا كنت بوريكم البيضة الصغيرة والبيضة الكبيرة، البيضة اللي هي الكبيرة بتاعة الوزة دي اللي هي فوق، والبيضة الصغيرة خالص دي اللي هي تحت بتاعة الفرخة. ربنا يزيد ويبارك يا رب. ماما هنا بقى كده كانت بتجيب البرسيم وجابته، وهتقطع لهم بقى كده صغير صغير كده، خرطهولهم يعني. بسم الله ما شاء الله، اجواء جميله جدا. انا بحب قوي اطلع فوق السطح واشوف كده يعني شكل الخضره اصلا يفتح النفس كده، وحاجه كده تشرح القلب. هنا بقى كانت بتقطع لهم بقى برسيم. طبعا البرسيم ده حلو قوي 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 للبط وللوز اكتر، يعني اي طيور بالذات بتحب الخضار. هنا بقى ماما تخرط وتاكل لهم بقى. وهتدخل برضو للوز.
صلوا على النبي يا جماعة عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا بقى كانت بتعمل لهم علفة، اللي هو بقى علف اللي احنا بنجيبه دوت ردة وبرسيم وحاجات من دي، وهتقلبهم بقى مع بعض. كان نفسي ان الفيديو يبقى طويل عن كده، بس ان شاء الله هيبقى فيديو جاي ان شاء الله هيبقى طويل. استودعكم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم.